والأمم المتحدة ولم نفلح في ذلك. فوضعنا أنفسنا أمام أمرين: إما التخلي عن إسلامنا وعروبتنا وشقيقتنا العراق وأن نخذلها في موقفها، وإما أن نقف موقف العربي الأصيل المسلم الذي يؤمن بحسن الجوار والدفاع عنه. فساعدنا العراق بكل ما نملك 8 سنوات، وشعب العراق يعلم ذلك، والشعوب العربية والإسلامية والعالمية تعلم ذلك. وانتهت الحرب بدون انتصار أحد منهم على الآخر، ولكن فقدنا 1,000,000 مسلم وأكثر من العراق ومن إيران. ثم بعد ذلك صارت قمة بغداد كلكم تعرفونها قبل 5 أشهر أو 4 أشهر، عندما بدأت إسرائيل تقول أن العراق يملك قوة كيماوية وأنه كذا وكذا في قوته. وقفنا موقف رجل واحد مع العراق، وصدقنا على ميثاق الأمن القومي العربي. وبكل أسف كنا نعمل على البياض وحسن النية، وكان يعمل قيادته بالخديعة والنكران الجميل. ثم غزا الكويت واجتاح الكويت الشقيق، وبدأ بمهزلة في تصوره لقيامه باجتياح الكويت. قال في بادئ الأمر أن انقلابا حصل في الكويت، فأتت القوات العراقية لتساعد الانقلاب، وهذا أمر منبوذ شرعا وعرفا في التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. ومع ذلك فهو اعتراف قانوني أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة. ثم بعد ذلك قامت حكومة مؤقتة حرة، ونحن نعرف من هي الحكومة. أتي بها من ما أقول، ولا أحب أن أتكلم عن أشخاص معينين، لأني أربأ بنفسي أن مقامي مقامهم أو شكلهم أو نفسهم. وظهرت على المسرح أن هناك حكومة كويتية. هذه الحكومة صارت قرار بقلب نظام الحكم من دولة إلى جمهورية الكويت، وسارت 24 ساعة. ثم طلبت أن تتفاوض مع العراق في إنهاء الحدود وبعض المطالب العراقية الذي يدعيها على أخواننا في الكويت سابقا. إذن هناك حكومة مستقلة ودولة مستقلة ذات سيادة. بعد ذلك تشكلت اللجنتان من العراق ومن الكويت، وبعدها بساعات قلائل أعلنت الحكومة اندماجها مع العراق كاتحاد، وهذا لا يعمله إلا دولة مستقلة ذات سيادة. بعدها ب24 ساعة أصدر العراقي، وأربأ أن أقول العراق لأن العراق يكرم عن عمل قامت بقيادة سخيفة جاهلة رعناء لا تقدر المسؤولية. فأصدر الحاكم العراقي بأن الكويت ليس لها صفة الدولة وليس لها مكان في خارطة العالم العربي، بل هي جزء سابق من العراق. تناقض غريب. وأغرب من ذلك ما تفاوت به الأبواق في بعض عالمنا العربي بتصديق هذه الجمل، وهم يدركون إدراكا كامل كذب ذلك. لكن مع كل أسف الحقد الدفين من الصعب كبته إذا وجد له مجال. فخرج الحقد الدفين علانية. المملكة العربية السعودية المسلمة المؤمنة لا تتردد بأي شكل من الأشكال أن تصون حسن الجوار وأن تفي بعهودها وأن تقف موقف رجل واحد مع إخوانه في الخليج، بل مع الأمة العربية جمعاء، وأخص بذلك فلسطين الشقيق واسترجاع قدسنا الشريف ثالث القبلتين، وأن ندافع عن كل حق عربي مأخوذ كما دافعنا سابقا. وكلكم يعرف أن القوات المسلحة السعودية بقيت 11 سنة في الأردن الشقيق تدافع
ضد إسرائيل المغتصبة. وهؤلاء الرجال الذين أمامي من عسكريين، منهم من بقى في الأردن 11 سنة، وبقيت قواتنا المسلحة ضد إسرائيل 4 سنوات في سوريا العزيزة الشقيقة تدافع عن الأمة الإسلامية والعربية. إذن ليس جديدا علينا أن نقف موقف رجل واحد مع إخواننا الأشقاء في الكويت، وأن نعيدهم إلى بلادهم بحول الله وقدرته، عونا من الله وليس عونا منا، ولكن إرادة الله فوق كل شيء، بل نحن سبب من الأسباب. هذه لمحة صغيرة عما قام به العراق قيادة فقط